في مرة عميل ضيع عليا يوم كامل تصوير، ورغم كده كملت. كان عندي تصوير خطوبة، كنا متفقين على ميعاد واضح اللي هو حوالي الساعة 4 أو الساعة 5، وأنا من الناس اللي بحب أوصل قبل ميعاد التصوير بوقت لا يقل عن نص ساعة. وصلت بالعميل، قال لي جايين قدامنا حوالي نص ساعة. انتظرت نص ساعة، عدت ساعة أو ساعتين، دخلنا 3 ساعات تقريبا. الدنيا خلاص ليلت. للأسف اليوم ده ما كانش معايا فلاش خارجي، ده معناه إن التصوير هيبقى صعب كتير. بدأت أحس إن اليوم ضاع. اللحظة دي أنا كان قدامي اختيارين. أول اختيار إن أنا أمشي، ده من حقي. الاختيار التاني إن أنا أكمل وأحاول أنقذ الموقف. بعد انتظار ما يقرب من 3 ساعات وصلوا، دخلنا المكان والدنيا كانت خلاص ليالي، مفيش نهار خالص. وبدأت أصور، بس قلت طالما الناس موجودة وأنا موجود يبقى أعمل اللي أقدر عليه. وصورت فعلا، خلصت اليوم. بعديها رجعت البيت، قعدت ساعات على الفوتوشوب وعلى اللايت روم علشان أقدر أطلع أفضل نتيجة ممكنة. ساعتها اتنزلت عن نص الأوردر، لأن بصراحة أنا حسيت إن الشغل مش بالمستوى اللي أنا كنت عايزه. اليوم ده علمني إنك مش هتتحكم في كل الظروف اللي حواليك، لكن اللي هتقدر تتحكم فيه هو ضميرك. أنا كان سهل جدا أقول مش شغلي، لكن اخترت إن أنا أحاول، ويمكن ده اللي خلاني أكمل لحد النهاردة. دي كانت المحطة الخامسة من رحلة مصور. وعلى خير.